شهد الرئيس محمد مرسي صباح اليوم تفتيش حرب الفرقة السادسة مدرعة بالجيش الثاني الميداني، والذي تضمن عددا من العروض العسكرية والبيانات العملية التي عكست جاهزية الفرقة للتفتيش وتنفيذ المهام المكلفة بها. وألقى الرئيس مرسي كلمة أشاد فيها بالاصطفاف وقوة الإرادة في جنود القوات المسلحة، ودعا الضباط والأفراد للدفاع عن أرض الوطن وحماية حدوده من كل من يتخيل أن المصريين مشغولين بشأنهم الداخلي عن حماية تراب مصر الغالي. اليوم ونحن نرى هذه المعدات ونحن نقف على هذه الأرض ونرى هذا الاصطفاف وهذا الاستعداد وهذا المستوى من التدريب والدقة في الأداء، ونحن نرى الرجال أبناء مصر المستعدون دائما للدفاع عنها، لحماية حدودها، لحماية أمنها. ونحن نرى ذلك، فإنني أؤكد لكم جميعا أن الشعب المصري، كل أبناء الشعب المصري يقفون معكم ويحملون لكم كل الحب والاعتزاز والتحية